صاحب الأرض والجمهور دخل بنية محو خيبة الخروج مبكرا من منافسة الكأس، وبحث مبكرا عن طريق الشباك، وكان له ذلك مع الدقيقة الخامسة. غنام ينفلت من الدفاع وجها لوجه مع الحارس شعال، إنه الهدف الأول لفرسان الهضاب. هدف لم يثني عزيمة أبناء المدرب حجار في إضافة أهداف أخرى ورد الاعتبار للجماهير التي غست بها مدرجات ملعب الشهيد زكريا مجدوب. محاولة الضيوف العودة في النتيجة اصطدمت بدفاع صلب بقيادة بلعيد، فلا مرزوقي ولا حليمية تمكن من الوصول لشباك الحارس بوزياني الذي قضى شوطا مريحا. بعد الاستراحة دفع المدرب فوزي بنزرتي بكل من حمدي ودحماني، تغييرات كادت أن تعطي ثمارها سريعا، لكن الحارس بوزياني قال لا. ضغط المولودية العاصمية تواصل لغاية الدقيقة 60، مرزوقي يعرقل داخل منطقة العمليات، والحكم ثوابتي يعلن ضربة جزاء للعميد. مرزوقي ينفذ وبوزياني ببراعة ينقذ مرماه ويحافظ على نظافة شباكه. ومع الأنفاس الأخيرة من اللقاء كاد غنام أن يضاعف النتيجة من كرة ثابتة تألق في صدها الحارس شعال. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فقد حملت الدقائق الأخيرة بطاقة حمراء ورفعت في وجه المدافع مصمودي في صورة لخصت الحظ العاثر لمولودية العاصمة في أمسية فعل فيها أبناء المدرب حجار كل شيء لافتكاك نقاط الفوز.